بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طالعة موضة أيضا زادت الموضات في الزمن، لا حول ولا قوة إلا بالله، عمل المذيعات المحجبات. نعم، طبعا في كثير من البنات يضحكون عليهم بعض العلمانيين انه والله يا اخي لا انت ما بتطلعين مذيعه شعرش طالع وصدرش طالع مثل المذيعات اللي احنا نشوفهم، انت محجبه فحلال شرعا. وللاسف تاخذ فتوى ايضا من بعض اشباه العلماء يسمي نفسه عالم ولا هو لا عالم ولا شيء. ولعلمكم انا حاب اقول لكم حاجه، كثير من العلماء في هذا الزمن علماء سلطه وسلطه، ناس ياخذون فلوس وفعليك يعطيك الفتوى اللي انت تبيها. اخواني، حاب ان انا اتكلم عن موضوع عمل المذيعه، وخاصه المحجبه اللي يخدعوها انك انت محجبه فحلال انك انت تطلعين. واوجه رساله لكل بنت تشوفني الان مسلمه وتفكر انها تطلع في التلفزيون او تطلع في الجريده او تطلع في الاعلام او انها تكون مذيعه او حتى ايش تكونين. اختي الفاضله، انا مش مفتي، لكن انا اقول لك حاجه، انت لما تطلعين مذيعه هل وجهك ما في مكياج؟ لا اختي الفاضله، لا تضحكين علينا، كلنا نشوفكم وجهك في مكياج. والشرع صريح، المراه اللي تبي تطلع وجهها طبعا تاخذ بفتوى بعض العلماء اللي قالوا بجواز كشف الوجه والكفين، قالوا هذه الفتوى، لكن بشرط انها ما تحط مكياج، ما تحط روج، ما تحط لها رموش تركيب، ما تنفخ شفايفها، ما ترقق حواجبها. لا نضحك على بعض ونقول والله انا محجبه فحلال اني انا اطلع. لا اختي الفاضله، حرام انك انت تطلعين وتشتغلين مذيعه، لا يضحكون عليكم. ولاحظوا الان في كثير من المذيعات اول ما يطلعون سبحان الله تلاقي حاطه مكياج خفيف، لكن سبحان الله تدريجيا تزيد في المكياج، فكتله فوق كتله، وفي النهايه تقول لك انا محجبه حلال اني انا اشتغل مذيعه. لا اختي الفضله، حرام انك انت تشتغلي مذيعه. وخلك انت من كل موضوع المكياج، انا كلمك في اهم موضوع. هل تعلمين انك انت لما تطلعين في التلفزيون شو يقولون عنك الريايل؟ اوه فديت شفايفها، واو عيونها حلوه، اوف يا ريتني والله يعني اصادقها، يا ريتني ارقد وياها. اسمحوا لي، هاي الحقيقه، لا تزعلون من الكلام، لا تزعلون من الصج. هذا الكلام اللي يقوله بعض الرجال طبعا غير اللي يقول والله ما تستحي على وجهها وجليله الحياه وشلون رضا ابوها. حتى انت تقول انا المحجبه، استحملي هذا الكلام اللي راح ينقال عنك وعن امك وعن ابوك وعن زوجك. حتى وانت محجبه في ناس راح يقولون اوه زوجها ديوث، زوجها خنزير خلاها تشتغل مذيعه. نعم اختي الفاضله، والله الله سبحانه وتعالى مستحيل يحلل شيء وفي مشاكل. انت الان بعملك انك تكونين مذيعه وتقولي والله انا محترمه، صح، انا والله لا اطعن في اخلاقك وشرفك باذن الله ان انت كنت انسانه بنت حلال، ولكن لان احنا نحبك في الله ونتمنى لك الخير فانبهج ان الناس يتكلمون عنك بهذه الطريقه. الانسانه اللي حتى لو طلعت مذيعه بدون مكياج وبدون اي حاجه راح يقزون عيونك، راح يقزون شفايفك، راح يقزون وجهك، راح يقزون جسمك، وراح يسولفون عنك، وراح يتكلمون في عرضك، وراح يتكلمون في شرفك. لا تقولين لي وظيفتي حلال، وظيفتك حرام حرام حرام. خذي هذا الكلام وقدمي استقالتك. ورسالة للعلمانيين سواويد الوجه، لا تفكرون ان انتم بتضحكون على بناتنا وتشغلونهم مذيعات ان احنا مش كاشفينكم. لا يا يبا كاشفينكم، ترى الناس كاشفينكم وكاشفين حركاتكم، حتى بالدين التاجرون. حتى بناتنا ضحكتوا عليهم انه والله تعالوا اشتغلوا مذيعة وتعالوا اشتغلوا ممثلة. انا بقول لك حاجة، اللي تنادي، وللأسف انا مرة قريت في الجريدة ناس لماذا لا تعمل المرأة مذيعة؟ ما المانع ان المرأة تطلع في التمثيل؟ روح هات امك، هات يدتك، هات زوجتك، هات اختك، خلهم يشتغلون مذيعة ويشتغلون في التمثيل. تضحكون علينا انتم لانكم انتم منحطين وتعرفون ان هذا الوسط وسط عفن، وسط وسخ. فما ترضون على بناتكم
لكن ترضون على بنات الناس. وروحوا شوفوا في ممثلين مشهورين يقول لك والله انا ما ارضى ان بنتي تشتغل ممثله ولا تشتغل مذيعه. ليش؟ لانه وسخ، ما خلى بنت لو قبلها، ما خلى بنت لو نام معاها. يعرف ان الوسط الفني ووسط الاعلامي وسط عفن وقذر. فاحنا نحذركم يا بنات لا تنجرفون وتقولون والله هذا حلال وانا محجبه. ما في داعي واوجه رساله للاعلاميين، ما في داعي ان المراه تقرا نشره الاخبار، الرجال ما يكفي. ما في داعي ان المراه تطلع في النشره الجويه مطلعه سيقانها ومطلعه جسمها ولابسه اخر موضه. ليش يعني؟ احنا ما نعرف ان ما نشوف رجال يقرا لنا الموضه، يقرا لنا النشره الجويه؟ الرجال ما ينفع؟ لا ينفع. بس هذول كلاب خنازير يبون يثيرون الفحشاء، يبون يفتحون شهيه المشاهدين، يشوفون وحده حلوه. روحوا دشوا الان في اليوتيوب واكتبوا احلى بنات النشرة الجوية، أحلى مذيعة، وتشوفون الناس والله يا بنات قاعدين الناس يتاجرون في أعراضكم، الإعلاميين يتاجرون في أعراضكم، الناس يتكلمون في شرفكم. لا تنخدعون، والله إحنا مش محتاجين بنات يظهرون لا في الإعلام، لا في النشر الإخبارية، لا في النشر الجوية، ولا حتى في الأمور الاجتماعية. يا بنات قدموا استقالتكم واشتروا رضا الله سبحانه وتعالى وتوبي من اللي انت سويتيه. ترى وظيفتك حرام. وتحدى اكبر شيخ دين يطلع ويقول حلال. الشيخ الدين اللي يطلع يقول وظيفة المذيع حلال هذا انسان دجال. انا اقولها من الحين، اللي يعجبه واللي ما يرضى يضرب راسه في الطوفة. نعم انا انسان اشتغلت في الامور الاعلامية وفتحت قناة فضائية وعرف شو اللي يصير في الامور الفاسدة والمنحطة هذه. الله يرحمنا برحمته. بناتنا قعدوا في بيوتكم، استر لكم، واتركوا الوظائف اللي ما لها داعي، اللي تخلي الناس تقسكم وتطالع مفاتنكم، ولا تضحكين على نفسك تقولين انا محجبة. يعطيكم الصحة والعافية.